جايز، كيفكن؟ شو اخباركن؟ I hope you all doing great. حطيتكم اليوم بفيديو جديد وبلوك جديد. سوري بس انتوا شفتوا اللون السوا ولا لا؟ بسرعة رأيكم لانه اللون دمار. سوري عملته بصالوني. اللوك هو انا برونات بلوندش، برونات بس في نفس الوقت في ضوء، ما بتعرفوا من وين جاي الضوء، اشياء غريبة. على العموم فيديو اليوم مميز وكتير كتير كتير. بتعرفوا ليش يا ترى؟ اذا ما بتعرفوا يعني انتم ما عم تابعوني لا على الانستغرام ولا على السناب شات، يا عيب الشوم. فيديو اليوم حيكون عبارة عن فيديو تعليمي. حاسن انه انت ميك اب ارتست وبتعملي لايف ستايل، شو خص التعليم بالموضوع؟ اول شيء اللي ما بيعرف انه انا مغربيه الاصل، بس انا عايشه بدبي ومجوزه لبناني. انا لانه جوزي ما بيفهم علي بس احكي لهجتي الاصليه اللي هي المغربيه او الدارجه، فانا دائما مضطره اني حاول احكي مثله. وكمان انتم ما بتفهموني لما انا احكي مغربي، فشو بدي اعمل يا الله؟ شو بدي اعمل؟ الحمد لله نحن الشعب المغربي دغري بنتاقلم مع اللهجات واللغات، ما في مشكله، ما عندنا هالاشكال. للاسف معظم البلدان ما بتفهمنا بس نحكي، او ما بتفهمنا بس نحكي بسرعه، ما هيك؟ بعرف. فاليوم انا جايه بفيديو كمان علمكم اللهجه المغربيه، ما لازم تصيروا تفهموني بقى، ما في انا عم بتعذب. بدي اعلمكم لهجه مغربيه اصيله. بس الشيء لازم نعرفه قبل ما نبلش الفيديو هو انه المغرب مثل ما بتعرفوا دولة كبيرة، فكل منطقة وعندها لهجتها الخاصة او هيك السبايسز تبع الخاص على الدارجة المغربية. أنا شخصية من مدينة تطوان، يعني أنا من شمال المغرب، فنحن عنا شوي ما كتير اللهجة شوي different عن باقي المغرب. يعني اليوم ححاول اني ابسط لكم اياها واعطيكم اكثر الكلمات يعني الموجوده بالمغرب والمتداوله يلي فيكم تفهموها، سواء عندك رفيقه مغربيه، رفيق، خطيبك، جوزك، whatsoever، او بس انه ملاني وحابه تتعلمي لهجه جديده، انه ليه لا. فاليوم يا عزيزتي ركزي معي، اذا ما ركزتي ما حتفهمي شيء، حتضيعي. انا من هلا عم اقول لك، من هلا بتكون الفكره، ما تنسوا السبسكرايب. شو ناطره انت ما عم تعملي سبسكرايب وما عم تعملي لايك وما عم تحطي كومنت؟ شو ناطرة؟ أول شي حبايبي هو تعريف حالنا، يعني الجريتينج، أوكي؟ بينقال باللبناني إنه كيفك؟ شو أخبارك؟ شو أحوالك؟ نحن بالمغرب شو منقول؟ أهلاً، لاباس عليك؟ كل شي مزيان؟ ولي الدار، الوالدين، ولادك كل شي لاباس؟ كل شي لاباس. لاباس يعني all good، يعني لا بأس بكي. لاباس كل شي مزيان، كل شي مزيان يعني كل شي منيح، كل شي مزيان، لاباس عليك. موالين الدار لاباس عليهم. موالين الدار مين هن موالين الدار؟ اصحاب البيت، يعني الاباء. فنحن بنقول موالين الدار لاباس عليهم كل شي مزيان. نحن بنطول شوي في الموضوع، موالين الدار، اولادك، اصحابك، انتي لاباس عليك شوي، بنطول شوي. نحن اجواء فعاليات بنعمل بس بالحكي. بيجي هلا مثلا انت بدك تعرفي على حالك، بدك تبيني انك مغربيه، بعد هذا الفيديو خلص بعطيكي الباسبور. جوزي اذا بليز، اذا بتشوف الفيديو بليز تيك نوتس. جوزي اول واحد لازم يبعث له هذا الفيديو بس ينزل. المهم بدي اعرف على حالي، انا بحبلش. انا اسمي محاسن. هلا انا هون بالميدل ايست لما بيقولوا اسمي بيقولوا محاسن، بالمغرب بيقولوا لي محاسين، هيك بينلفظ. انا محاسن من المغرب، كمان من المغرب. يعني بالعاده بالميدل ايست بيقولوا المغرب، كمان بنقول المغرب. محاسين بنحب الياء يا عمي. طب شو بدكم؟ بنحب حرف الياء. عندي 25 عام، 25 عام، اوكي؟ بعتقد انه واضح الموضوع. عايشه في دبي، اوكي، او ساكنه في دبي، ومجوجه، مجوزه يعني مجوجه، اوكي. وراجلي اللي هو جوزي، بنقول راجلي، من لبنان. عندي الصالون ديالي يعني تبعي. حلو يعني مثلا تنقول اعطوني شي برفيوم او شي، مثلا هيدا كليب تبعي، نحن بنقول هذا كليب ديالي. الكليب ديالك، تبعك، ديالك وديالي، اوكي. ديالا، ديالو، ديالي، ديالك، ديالو تبعه، ديالا تبعها، اوكي. ديالهم تبعهم. حلو، سهله والله سهله، بس افتحي مخك شوي معي. يلا معلم. هلا بنقول كلمات يعني راندوم، يعني عشوائيه. مثلا البيت نحن بنقول الدار،
رايحة عبيتي، أنا مشى لداري، أو غادة لداري. أوكي، مشى، مش رايحة، مشى يعني عم بتمشى لداري. مثلا المطبخ، نحن بنقول كوزينة، اللي هي مقتبسة من الكلمة الفرنسية لكويزين. هلا حتلاقوا انه بمعظم يعني بالشمال اللي هي تطوان، طنجة، ششون إلى آخره، في كلمات كتيرة مقتبسة من كلمات إسبانية. أوكي، ولما ننزل على الرباط، كازابلانكا، مراكش، بنحكي عن الجنوب، يعني بيكون معظم الكلمات مأخوذة من اللغة الفرنسية. حلو؟ حلو. عزكم الله. المرحاض، تواليت، بيدلوا تواليت باللغة الفرنسية، نحن بنقول تواليت. أوضة النوم، نحن بنقول بيت النعاس، مش غرفة، لا، بيت النعاس. بيت النعاس يعني وين بننام. الصالة بتضلها صالة. سيارة، نحن بنقول اوكي هلا بالشمال بنقول توموبيرا، توموبيرا. بالجنوب اللغة الأكثر شيوعا، لأن الشمال المدن صغيرة، يعني اللي بيعرف المغرب غالبا بيعرف المدن الكبيرة، فبالمدن الكبيرة بنقول توموبيل، اللي هي بتضلها كلمة فرنسية which is لوتوموبيل. توموبيل. في عنا التريكو أو تي شيرت، هولي عاديين كمان فرنش، يعني مقتبسة من كلمات فرنسية. السروال بيضلوا سروال أو بونطالون، كمان باللغة الفرنسية. بحر، نحن بنقول بحر. البحر، بحر. البحر، البحر. بتحس انه في قوه بالحكي، انه اجواء فعاليات. على السوشيال ميديا مفهومه لإلكم، لانه بس احكي كلمه مغربيه تقولي ما فهمنا، ايش هالكلمه، واتس، ما هذا يا هذا. هلا ما عندكم عذر ما تفهموني، فيديو طويل عريض عم علمكم فيه. ولو نحن كنقولوا اويلي او اوعدي، نفس الشيء، نفس المعنى. اويلي هي كمان فيها تكون تعني يا عيب الشم، اويلي. بس بتغيروا الاكسبريشنز، بس هي يعني نفس الكلمه، بس على عده استعمالات. يا ناري، يا ناري، نفس الشيء كمان، نفس العائله. نفوت على الغزل ولا شو؟ بعرفكم جوكم واجواءكم. بدك مثلا تقولي لشخص بحبك او بحبك، اوكي، نحن بنقول كان بغيك. للبنت وللشاب نفس الكلمه. انا جوزي بيقول لي كان بغيكي، فانا هاي بيقول لي، بقول له مين هاي، شو يعني مين كان بغيكي؟ كان بغيكي، انا بعرف انه كان بغيك. بزاف بزاف بزاف، يعني كتير بعرف انه فيكم تعرفوا بزاف، هي اشهر كلمه يمكن. شو كمان، ذكروني. نحن كمان بنقول كلمه كتير متداوله، كان حماق عليك، which is انه بجن عليك. كان حماق يعني كان جن، كان حماق عليك. كمان للبنت وللشاب نفس الشيء. انا جوزي بيقول لي كان تحمق عليك، بقول له شو؟ خلص حبيبي خليك على اللبناني، خليك على اللبناني، اتس اوكي، انا بتفهم. مثلا حدا ظريف، كيوت، لطيف، بنقول ظريف بزاف. ظريف يعني ظريف او ظريف. ظريف بزاف، لا الله يعمرها دار. هي يعني هيدا انسان محترم وعن جد، يعني انحط على الراس، الله يعمرها دار. تنقول رحتوا على المغرب وانتوا ضايعين بالطريق، وليه؟ مثلا انتوا قاعدين بالسيارة او شيء، او عم تتمشوا، حدا قال ضعتوا على الطريق، بدك تروحي على شي محل ما عم تعرفي توصلي له، حيجي عندك حدا وحيدلك على طريق تنقول، حقلك رح تروحي مثلا سيدا اللي هي ستريت. شو هي سيدا بالمغربي؟ نيشان. اوكي، نيشان. ومن بعد غتمشي على اليمين، يعني بدك تروحي على اليمين، هتمشي على اليمين. اوكي، ومن بعد دوري على اليسار. يعني بدك تدوري على اليسار، اليسار. اوكي، عنا نيشان، اليمين واليسار، رجعي باللور. هلا ما فيك تضيعي، اذا ضعتي ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني غلط منك مش من اللهجه. الفيديو كتير مهضوم، هالفيديو جوي واجوائي بامتياز صراحه. انه هيدا الجزء الاول. اذا عجبكم الفيديو بنعمل جزء تاني اذا طلبتوه، بس حسيتوا هيك كيوت وصرتوا تعرفوا شوي كلمات من لهجتي الام او لغتي الام اللي هي اللغه المغربيه الدارجه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو بزاف بزاف بزاف، وانا كنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنسوش انكم تعملوا سبسكرايب واللايك، واكتبوا لي في الكومنت
كلمة مغربية تعلمتوها من الفيديو. باي جايز.